الحشاشين مش احتل الترند، لا، الحشاشين صنع الترند، والترند جري وراه وما سابوش لحد دلوقتي. حد يسألني ايه السبب؟ هقول لكم. من اللحظة الأولى ومع بداية عرض المسلسل اللي بيقوم ببطولته كريم عبد العزيز، ظهرت علينا صفحات الجماعة المحظورة وقالوا إن مسلسل بيدعو للنظام، وإن كمان الهدف منه إيصال بعض الرسائل الخفية والمخفية والمستخبية بين طياته من أجل ترسيخ عقائد وأفكار بعينها. ومش كده وبس، لأ، في ناس تانية طلعت علينا وقالوا إزاي مسلسل بيحكي عن الجماعة الباطنية والطائفة الإسماعيلية أو جماعة الحشاشين حسب التسمية الأوروبية وما بيتكلموش فيه باللغة العربية الفصحى. حاجة غريبة جدا رغم إن أصل الشخصيات فارسية. اللي يخدموا غرضه وهواه ملوش إلا القتل في الدنيا وجهنم في الآخرة. ومن صفحات الجماعة المحظورة وأنصار اللغة العربية الفصحى راح المسلسل لناس تالتة خالص. قالوا إيه بقى؟ قالك المسلسل مليان أخطاء تاريخية. يا جماعة يهديكم يرضيكم، مين قال كده؟ راحوا ملفقين تصريح للمراجع التاريخي وقالوا على لسانه: رصدنا عدة مغالطات وصناع العمل لم يهتموا بها. بصراحة ما كانش ناقص غير إن الفاطميين والوزير بدر الدين جمالي يظهر ويقول لنا: أنا ما طردتش حسن الصباح من مصر. عموما واضح ان ترند الحشاشين مش هيخلص خالص اليومين دول، عشان الاحداث بدات تسخن ونظام الملك حط كريم عبد العزيز في دماغه وحطه في السجن وكريم هرب. هنسيبكم تتفرجوا وتستمتعوا. واحد من 3 اللي هيكونوا السبب ان العدل يسود وندفع ظلم احنا ال3 عن العالم كله. اما الترند المحزن فكان ترند حريق استوديو الاهرام او ديكور تصوير مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان. الحريق أسفر عن خسائر كبيرة جدا في الممتلكات، بداية من الاستوديو كله اللي اتحرق وبقى حتة فحمة لحد العمارات المجاورة، لكن الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح. الغريب في الترند ده إن مصطفى شعبان ظهر علينا في نفس يوم الحريق وقال إنه ترند في مصر والسعودية وكل الدول العربية، بس ما قالش إن الحريق هو اللي خلاه ترند. الترند مش بالعافية يا معلم مصطفى. أنا نصحتك وأنت براحتك. ونروح لاخر ترند، هو ترند افرح يا تامر، واللي بدأ مع بداية الشهر الكريم ومع اعلان ظهور تامر حسني في اعلان شيبسي. الترند كان سلبي وللاسف جمهور السوشيال ميديا قطع في تامر حسني وقال له: ما تطلعش بعد كده تزايد علينا وتقول لنا انك زعلان بسبب غزة وانك بتعمل اصلا دعاية لشركات المقاطعة. اغرب حاجة في الترند ان تامر طلع علينا وقال: شيبسي شركة مصرية. ماشي يا تامر، هنعديها. طب افرح يا نايم